المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها صلاح الدين حسين، والبدء بالعناوين. مستشار الرئيس يلتقي قادة المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير. الهيئة التنفيذية للمرأة تقيم عملية تنفيذ البرامج. بناء مدارس في أفعبت. إيران تتحدى أمريكا وتصاعد التوتر النووي مع الغرب. محادثات سلام أفغانية في قطر. أندونيسيا تحذر أو ترفع تحذيرا من تسونامي بعد زلزال قوي. أهلا بكم مشاهدينا. التقى مستشار الرئيس السيد يماني قبرآب يومي 7 و8 من يوليو الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم. التقى بقادة المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير. والتقى السيد يماني في 7 من يوليو الجاري رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دوغلو، وبحثا تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي والاجتماعي والأمني. ويأتي اللقاء في إطار الزيارات والتشاور المستمر بين الجانبين وفتح الحدود وانتقال الشعب عبر الحدود ووسائل ذلك، بما يساعد في الدفع بالعلاقات. والتقى السيد يماني قبرآب اليوم 8 من يوليو مع قادة قوى الحرية والتغيير السودانية، وتطرق الجانبان إلى الفرص الواسعة التي تخلقها المرحلة الانتقالية وتحدياتها، واتفقا على تطوير علاقات تعاون متينة على أساس الصداقة التاريخية بين الشعبين. قيمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في الاجتماع الذي عقد في 6 و7 من يوليو الجاري في العاصمة أسمرة، وشارك فيه ممثلات أقاليم البلاد الستة، قيمت تطور البرامج الموضوعة للتنفيذ خلال الأشهر الستة الماضية. واستمعت الهيئة إلى تقارير أقاليم البلاد وقيمت إيجابيات وتحديات تعزيز برامج تطوير القدرات المهنية والوعي السياسي ومساهمة المرأة في المجال الاقتصادي وتأمين الخدمات الصحية وغيرها من البرامج. وتوصلت إلى مذكرة تفاهم لتحقيق الأهداف الموضوعة. وألقت رئيسة الاتحاد السيدة تسفا ميكيل كلمة دعت فيها أعضاء الاتحاد عامة والتنفيذيين خاصة للعمل المضاعف من أجل التطور النسوي الشامل. وذكرت السيدة تخاء بأن مفاد رسالة الاتحاد هي تأكيد المساواة من حيث الحقوق والواجبات، مما يتطلب مساهمة واعية ولعب دور كبير. في الختام توصلت المجتمعات إلى تفاهم للعمل المنسق بالتعاون مع شركاء لتنفيذ البرامج غير المنجزة وتأكيد تطور المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتوسعة الفرص المتساوية وتقوية مساهمة المرأة. قال مدير مديرية أفعبت السيد محمد نور رجب أن المدارس التي تشيد في 3 ضواحي بالمديرية ستكتمل نهاية هذا العام. وذكر السيد محمد نور رجب في الاجتماع الذي قدمت فيه تقارير لتقييم تطورات تنفيذ البرامج النصف السنوية والشروع في وضع خطة عمل للنصف الآخر، ذكر بأن البرامج الموضوعة للتنفيذ نفذت كما يجب، موضحا وضع برنامج لبدء الأطفال الذين لم يلتحقوا بالعملية التعليمية وإعادة الطلاب المقاطعين للدراسة. وأشار إلى إنجاز أعمال فعالة للسيطرة على ظاهرة الجراد الصحراوي، موضحا البرامج التي سيرت بمشاركة جماهيرية واسعة مثل حماية التربة وحفظ المياه وصيانة الحواجز المائية والإصحاح البيئي. من جهتهم قدم المشاركون توصيات ومقترحات، أهمها جمع ضريبة الأرض والمواشي بطريقة منتظمة، مؤكدين أنه ورغم إنجاز أعمال فعالة في السيطرة على الجراد الصحراوي إلا أن تلك الأعمال شهدت قلة في القوى البشرية والأدوية، ويجب منحها في المستقبل اهتماما أكبر وإيجاد آليات لحلول مشكلة خدمات المواصلات البرية وغيرها من الآراء والمقترحات. وشارك في الاجتماع التقييمي أعضاء المجلس ومسؤولي فروع الوزارات في المديرية ومدراء إدارات الضواحي وأعضاء المحاكم الأهلية ولجان الصلح والاتحادات الوطنية. أكد طلاب كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية الذين تخرجوا في 6 من يوليو الجاري على العمل بتفان لخدمة الشعب والوطن. وأوضح الطلاب أن
مبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية تنعكس بوضوح في الكليات وتقديم التعليم المجاني وصولا إلى مؤسسات التعليم العالي، مشيرين إلى أن التخرج يحمل مسؤولية كبيرة لتعزيز المساهمة في برامج البناء عامة وحملة التنمية خاصة. وذكر أولياء الأمور أن الاستثمار الحكومي في التعليم والشباب مهد الأرضية للإعمار، مؤكدين ثقتهم لعمل الشباب المعجزات التنموية في عهد السلام. وخرجت كلية إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية الكائنة في مدينة عد قيح 251 طالبا بالبكالوريوس و272 طالبا بالدبلوم في 17 مجالا يوم 6 من يوليو الجاري. وكانت الكلية قد خرجت في السنوات العشر الماضية أكثر من 8000 طالب. تبذل الجهود لسد نواقص عيادة ضاحية قزقزة بمديرية حمل مارو لتقديم خدمات أفضل. وأوضح مسؤول العيادة مساعد التمريض محمد عثمان موسى أن العيادة تزخر بالأدوات الأساسية والأدوية، وقدمت الخدمات الصحية لأكثر من 4000 مواطن في الأشهر الست الماضية. وقال إن بناء المواطنين لغرف انتظار الحوامل ساعد في استضافة الحوامل القادمات من أماكن بعيدة في العيادة حتى وقت الولادة. وأشار إلى أنشطة التوعية لإصحاح البيئة وخفض الأمراض من نتائجها. هذا وتقدم عيادة قزقزة الخدمات لأكثر من 10,000 مواطن من قزقزة وضواحيها. قدمت دعوة في إطار حملات التوعية الجارية لتعزيز التبرع الطوعي بالدم في تسني وتعزيز دور المجتمع حول التبرع الطوعي بالدم من أجل إنقاذ الطفولة أو إنقاذ الحياة. وقال رئيس جمعية تبرع الدم الطوعي في إقليم القاشبركة السيد قبران قلمباية أنه رغم السيمينارات وحملات التوعية المنتظمة الجارية عبر الجمعية ظلت تلعب دورا كبيرا في رفع الوعي المجتمعي، إلا أنه يتطلب الدفع بذلك. من جهته أشار المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم القاشبركة السيد فرانكو كوبابا إلى أن التبرع الطوعي بالدم يمنح الأولوية فيما يتعلق بالجهود الجارية لإنقاذ الحياة، داعيا كافة المواطنين لتعزيز الوعي والانخراط في هذا العمل النبيل والدفع بالأنشطة الجارية لرفع الوعي بطريقة منتظمة ومنسقة. وقال مدير مديرية تيسينية السيد سيون قبر ياسوس أنه يجب العمل المضاعف باعتبار أن التبرع الطوعي بالدم يرتكز على الوعي، مناشدا الشعب والمؤسسات الحكومية للمساهمة الفعالة عبر التأطير على المستوى الفردي والجماعي وإدارات الضواحي لتسيير العمل الإنساني جنبا إلى جانب برنامجهم. وأفاد مراسل إرنا بأن سكان مديرية تيسينية قدموا مساعدات مالية لتعزيز الجهود الجارية من أجل تطوير الجمعية في الإقليم. نظم المواطنون وأعضاء قوات الدفاع أنشطة نفير تنموي في مديريتي ميعيني وقلوج. وتضمن نفير ميعيني صيانة جسر على طريق دق محرية طرونا وبناء سور مدرسة بمشاركة سكان بلدة ميعيني وقرى إنباء عريبة وحبنات وعدي بار وعدي حوفات ومحراد لام وعدي سقيطة وحدش عدي وأفراد قوات الدفاع المتواجدين في المنطقة. وكان أفراد قوات الدفاع قد قاموا في الفترة السابقة بحفر مجرى أنابيب مياه بطول أكثر من 5 كيلومترات لحل مشكلة مياه قرية حبنات. كما قام سكان قلوج بالتشجير في مقبرة الشهداء. وقال مدير المديرية السيد داسي زرع مريم أن أنشطة التشجير السابقة في مقبرة الشهداء لم تحقق النتائج المرجوة، معربا عن أمله لنجاح التشجير الحالي الجاري بتوجيه الخبراء واستخدام التربة الخصبة والسماد. كما تم إرساء خط مياه بطول حوالي الكيلومتر. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. ذكرت إيران أنها ستقلص التزاماتها بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015، إذ سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67%، فيما قال مسؤولون في وقت سابق أنه 5%، وذلك لإنتاج وقود لمحطات توليد الكهرباء. وقال مسؤولون إيرانيون كبار في مؤتمر صحفي أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها كل 60 يوما ما لم تتحرك الدول الموقعة الأخرى على الاتفاق لحمايته من العقوبات الأمريكية، لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية. وصرح كبير المفاوضين النوويين الإيراني
الإيرانيين عراقجي أن طهران أعطت الدبلوماسية وقتا كافيا وتقليص التزاماتها ليس انتهاكا للاتفاق. وكانت إيران قبل إبرام الاتفاق النووي تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو الحد المطلوب لتزويد مفاعل طهران بالوقود، وكان مستوى التخصيب في مفاعل بوشهر في جنوب البلاد 5%. ويأتي الإعلان الإيراني في وقت زادت فيه حدة المواجهة بين طهران وواشنطن بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، حيث أعادت فرض العقوبات التي كانت قد رفعت بموجب الاتفاق في مقابل قيود على أنشطة طهران النووية. وقالت متحدثة الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد قلق بشدة من إعلان إيران أنها تجاوزت مستوى تخصيب اليورانيوم المتفق عليها عالميا، ويدعو طهران إلى التوقف والعدول عن أي أنشطة تتعارض مع الاتفاق النووي. التقى ممثلون عن فئات المجتمع الأفغاني مع مسؤولين من حركة طالبان في قطر لليوم الثاني، فيما تلقي هجمات المسلحين الدموية في البلاد ظلالا قاتمة على مصير جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات طوال. وفجرت طالبان يوم الأحد سيارة مرقومة خارج مجمع أمني حكومي في وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 14 شخص وإصابة 180 من بينهم عشرات الأطفال. وتزامن الهجوم مع بداية اجتماع يستمر يومين بين مواطنين أفغان ومسؤولين من طالبان بهدف تمهيد الطريق لعملية سلام على أساس اتفاق مأمول بين الولايات المتحدة وطالبان لإنهاء أطول حرب شاركت فيها الولايات المتحدة على الإطلاق. ويضم الوفد الأفغاني إلى قطر 60 عضوا من بينهم مسؤولون حكوميون، لكنهم يشاركون بصفتهم الشخصية. لم ترد تقارير عن أضرار كبيرة في أندونيسيا جراء زلزال قوي شدته 6.9 درجة وقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي مساء الأحد، ورفعت السلطات التحذير من موجات مد عملاقة تسونامي. وكانت وكالة الجيوفيزياء الأندونيسية قد ذكرت أن الزلزال وقع في البحر على عمق 36 كيلومترا، وكان له عدد من التوابع الأضعف. وأصيب سكان بعض المدن بالذعر بعدما هز الزلزال المباني، وحثت السلطات الناس على التوجه لمناطق أعلى. لكن وسائل إعلام ذكرت أن أضرارا طفيفة لاحقت ببعض المستشفيات في ترناتي الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترا من مركز الزلزال، مما اضطر تلك المستشفيات لإجاء المرضى. وقال سكان في مدينة مانادو الساحلية القريبة أنهم شعروا بهزات قوية لعدة ثوان، لكن لم ترد أنباء عن أي أضرار. شهدت مدينة سونكايار في وسط فنلندا تنظيم نسخة 2019 لمسابقة حمل الزوجات في تغريد بات ينظم سنويا ويجذب آلاف الزوار. وقد كانت مسابقة السبت الماضي النسخة 24 للبطولة في سباق دام لمدة ساعة ببلدة سونكايرافي الصغيرة في فنلندا وسط تهليل آلاف المشجعين. ولا تقتصر مسابقة حمل الزوجات على المدينة الفنلندية فقط، حيث يتم إجراؤها في العديد من مدن العالم في إطار مهرجان احتفالي، وتجري في دول مثل إنجلترا وروسيا وغيرها وسط أجواء احتفالية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.